جالي رسالة بس المرة دي مختلفة. جالي رسالة إن في عملية تسجيل دخول بالفعل جوه الحساب بتاعك، وده معناه إن هو نجح في اختراق الحساب بتاعي. ودي كانت أول مرة من فترة طويلة أحس ببانيك كده، وإن أنا قلقت إن لأ، إزاي قدر يعمل حاجة زي كده. السيت اب اللي انتم شايفينه ده المفروض إن هو سيت اب لجزء من حاجة هتتعمل في رمضان إن شاء الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ بس خليني استغله واستغل ان انا كنت قاعد بصور الحلقه في ان انا بس اسجل حلقه تانية هي مهمه جدا بالنسبه لي، واكيد هتفيد ناس كتير منكم جدا. عايز اتكلم معاكم سريعا عن الامان بتاع الحسابات بتاعتكم والاختراق، واحكي لكم قصه كده حصلت معايا بقى لها بتاع شهر او شهر ونص، ولسه لحد دلوقتي مستمره. يعني حتى واحنا بنتكلم بيجي لي الاشعارات اللي بكلمكم عليها. الموضوع بدا في يوم ان جالي رساله ان هل انت بتفتح حسابك ولا لا، فطبعا بشكل طبيعي وزي ما بعمل كل مره ضغطت انه مش انا. الموضوع بعدها بدا يبقى متكرر بشكل مستفز جدا. ممكن الموضوع يجي لي مثلا مره مرتين في اليوم نفس الرساله ان في حد بيحاول يخش على حسابك. وهنا جه في بالي حاجه من الاثنين: يا اما اخش دلوقتي واغير الباسورد بتاع الحساب بتاعي، بس ده ممكن يعمل عليا مشكله ان انا لو غيرت الباسورد فهو لو كان معاه الباسورد القديم فممكن يخش يسترجع الحساب عن طريق الباسورد اللي معاه. ولكن اخر فتره فيسبوك بدات ان هي تشتغل على النقطه دي، في حته ان هو برده حتى لو غيرت الباسورد فانت ستيل محتاج انك تعمل تو ستيب فيريفيكيشن. هو تقريبا بيستخدم في بي ان، فكل يوم كان بيبدل بلد مختلفه جوه فيتنام، والغريب ان كلهم جوه فيتنام. فهو بالنسبه لنا دلوقتي هو واحد ماسك لابتوب عمال يلف جوه بلاد فيتنام يحاول يخترق الحساب بتاعه. وفضل الحال كما هو عليه لفتره شويه حلوين، مثلا 3 4 اسابيع، لحد ما في يوم كان يوم خميس انا فاكر جالي رساله بس المره دي مختلفه. جالي رساله ان في عمليه تسجيل دخول بالفعل جوه الحساب بتاعك، وده معناه إن هو نجح في اختراق الحساب بتاعي. ودي كانت أول مرة من فترة طويلة أحس ببانيك كده، وإن أنا قلقت إن لأ، يعني إزاي قدر يعمل حاجة زي كده وأعمل إيه. وابتديت أحاول أهدى شوية. طب خلينا واحدة واحدة نفكر. أول حاجة، هو ما خرجنيش بره الحسابات ومستحيل يقدر يعمل كده في وقت قليل، فأنا رجعت الحساب بتاعي تاني وقدرت إن أنا أخش أمسح أي حاجة قديمة هو كان سايبها على الحساب وأتواصل مع دعم فيسبوك. وطبعا عشان تعرف تتواصل مع دعم فيسبوك بشكل أسهل ومساعدة أحسن فكان لازم إن أنا يكون الحساب بتاعي متوثق، وده اللي خلاني اشتركت في التوثيق بتاع فيسبوك. وفي يومها اتواصلت معاهم وحكيت لهم اللي حصل، وكان ردهم ان هم ما لهمش اي صلاحيات ان هم يعدلوا على حساباتي او على السكيورتي بتاعتها، هم مجرد دعم فني بس. لكن اداني شويه خطوات انفذها، وهي الخطوات اللي انا هقول لكم عليها، واللي انا بالفعل قبل ما هم يقولوا لي عليها كنت انا مطبقها عندي. وكانت مكالمتي معاه مجرد ان انا عايز اطمن اكتر هل في حاجه تانية ناقصه ان اعملها ولا لا. والسبب ان انا صورت لكم الفيديو ده وحكيت لكم فيه القصه دي، رغم ان انا بحس ان دي حاجه تعبني شويه، ان انا شخص اصلا دارس سايبر سيكيورتي وشويه في المجال، عندي على الاقل خبره اقدر احمي نفسي بيها. فان ده يحصل معايا هو مش عيب، ممكن يحصل مع اي حد. بس تخيل انا في موقف زي ده وجالي بانيك فعلا وقلقت لما حصل معايا حاجه زي كده. فاي حد تاني مثلا تعامله مع الفيسبوك طبيعي، او بنت صورها موجوده على الحساب بتاعها او ايا كان، ويتم اختراق حسابهم بشكل زي ده، فايه حجم الضرر والخسائر والكوارث اللي ممكن تحصل من حاجه زي دي. فركز معايا كده وانا هوريك دلوقتي اصلا شكل الرساله كان بيجي لي عامله ازاي. باينه تحت هنا كده someone trying to log into your account. في حاجه مهمه جدا او كام خطوه مهمين جدا لازم انك تعملهم عشان تطمن على حساباتك كلها من موضوع الاختراق والتسريبات قواعد البيانات اللي كل شويه تحصل لشركات مختلفه، منها طبعا فيسبوك وانستجرام. اول حاجه، وهي حاجه بس بتحصل بشكل دوري انت لازم تعملها حتى لو نسيت، بس حاول على الاقل ما تنساهاش يعني، او حتى لو زودت الفترات بتاعتها، وهي انك تخش كل فتره تغير باسورد الحساب بتاعك. لازم كل فتره تخش على حساب انستجرام، تويتر او اكس او فيسبوك او ايا كان الحساب بتاعك اللي انت خايف عليه ان هو يتم اختراقه. وطبعا من ده او نفس اللي هقوله ده بيتطبق على حسابات جوجل، مهمه جدا خصوصا لو حد عنده قناه يوتيوب او عنده اي حاجه تجاريه مربوطه بحساب الجوجل بتاعه. لازم كل من 3 ل 6 شهور تغير باسورد الحساب بتاعك بدون اي سبب، حتى لو ما جالكش في الست شهور او 3 شهور دول اي حد حاول يخترقك، حتى لو ما حصلش اي حاجه في الاكونت بتاعك، حتى لو انت قافله وراكنه افتحه وغير الباسورد وارمي الحساب تاني زي ما كان بباسورد جديد. حتى في طريقه حفظ الباسوردات بتاعتك ما تعتمدش على اي كلاود او اي منصه اونلاين. لازم دايما يبقى عندك نوتة او كشكول مكتوب فيها الباسوردات بتاعتك القديمه وغيرتها لايه وكل حاجه، بس في شكل ورقي، في حاجه ماديه تقدر تمسكها في ايدك عشان خاطر تبقى ليك وصول ليها وما يكونش حد تاني قادر ان هو يخترق الكلاود دي او ايا كان المنصه اللي انت بتحفظ فيها باسورداتك، ويقدر بنفس الطريقه ان هو يخش على الاكونت بتاعك. فدول اول خطوتين: تغير باسورد بشكل دوري ومنتظم، وتحفظ الباسورد في ورقه او كراسه او نوت ايا كان، ما تحفظهاش على
اي كلاود او اي جهاز متصل بالانترنت. تالت حاجه وهي الاكواد اللي بتقدر ان انت تسترجع بيها حسابك. في جميع الاكونتات شويه اكواد كده، هي بتبقى اكواد ثابته جوه الحساب بتاعك، لازم تكون واخد نسخه منها برضو على ورقه او كراسه كاتبهم الاكواد دي، عشان في اي ظرف لا قدر الله تقدر ان انت تسترجع الحساب بتاعك عن طريق الاكواد دي. برضه هتقدر تخش وتلاقي الاكواد دي من السيتنجز بتاعت حسابك ايا كانت المنصه، وعلى الامان بتاعها او السكيورتي، وتخش تتاكد من الباك اب كودز. بتبقى حوالي 8 اكواد استرجاع للحساب بتاعك. رابع خطوه وهي مهمه جدا جدا جدا، ولو ما عملتهاش يبقى كل اللي انا بقوله اللي فات ده كله ملوش اي لازمه. وخلينا بس عشان افهمك الدنيا في الخطوه دي بالذات بتمشي ازاي. انت عشان تيجي تسجل فيسبوك اول مره فهو بيطلب منك باسورد وايميل، لكن بعد كده انت قفلت المنصه او قفلت الموبايل بتاعك او الكمبيوتر او اللابتوب ايا كان البراوزر انت فاتحه على اي جهاز يعني، وجيت بعد كده تفتح الفيسبوك تاني، ما بيطلبش منك نفس البيانات. ليه؟ لان هو بالنسبه له هو خلاص عرف ان الجهاز ده متسجل في الاكونت ده، هو موجود واخد اكسس على الاكونت بدون باسورد او ايميل. تخيل بقى لو انا الهاكر وقدرت اقنع فيسبوك بشكل ما ان الجهاز اللي متسجل وليه دخول على الاكونت هو الجهاز بتاعي اللي انا قاعد بخترقك منه. فده هيحصل ازاي؟ او هل ده ممكن يحصل اصلا؟ في الحقيقه ده ممكن يحصل، لان الحاجه اللي بتعرف منصه السوشيال ميديا بتاعتك فيسبوك او انستجرام او ايا كان ايه غيرها مين هو الجهاز ده او مين هو الشخص اللي داخل، حاجه اسمها كوكيز، وهي حاجه موجوده عندك في البراوزر بتاعك. يعني انا لما اجي اسجل اول مره الجهاز عندي بيبقى مسجل فيها نوعيه من الكوكيز اسمها السيشن كوكيز، فلما اجي اسجل بعد كده على الاكونت بتاعي او اجي افتح الاكونت من براوزر انا كنت سجلت فيه قبل كده، شركه فيسبوك او ميتا بتتاكد من الكوكيز بتاعتي ان السيشن بتاعتي هي المطابقه عندهم او الموجوده في الاكونت، فاقدر ان فيسبوك يفتح على طول بدون ما يطلب مني ايميل او باسورد. فلو قدرت بشكل ما اسرق الكوكيز او اسحب الكوكيز، ودي ادوات كتير قوي بتعملها لو عندك فيروسات، حملت برنامج مجاني وهو برنامج مدفوع اصلا في الاساس يعني متكرك، فدي كلها حاجات ممكن تسحب الكوكيز بتاعتك. والكوكيز بتاعتك طبعا اللي بتشمل السيشن كوكيز بتاعت حساباتك كلها. اي حساب انت مسجل فيه وبتخش على المنصه تلاقي حسابك مفتوح، انا لو سحبت الكوكيز سطبتها عندي على المنصه بتاعتي او عند البراوزر بتاعي انا، هقدر اخش على نفس الحسابات بتاعتك كاني انا انت بالظبط. طب حتى لو ما فهمناش اللي انا قلته ده كله، ازاي نقدر نتخطى او ناخد بالنا من حاجه زي كده؟ برضه هنرجع تاني لنقطه ان انت كل 3 شهور او 6 شهور في شويه اجراءات لازم تاخدها، بس اللي انا هقوله دلوقتي ده لازم تعمله اول ما تتفرج على الفيديو دلوقتي، وهو انك هتخش برضه على السكيورتي بتاعت حسابك، تخش على اللوجن سيشنز الموجوده، هتمسح اي سيشن هتلاقيها. ممكن تلاقي زي في حالتي انا لما كنت بعملها من كام يوم حوالي 100 سيشن مفتوحه، لان الاكونت بتاعي تماما من 2013 فقديم قوي، وسجلت فيه باجهزه كتير جدا مختلفه وفي اماكن مختلفه كتير جدا وفي تطبيقات كتير جدا وفي العاب كتير جدا، فهتلاقي عندك ممكن فوق ال 100 سيشن مفتوحه. انت هتقفل دول كلهم، حتى السيشنز اللي انت قاعد ماسك منها التليفون، تقفل كل السيشنز وتمسح كل الاجهزه الموجوده عندك على الاكونت، حتى لو الاجهزه دي بتاعتك وانت متاكد منها. امسح كل حاجه، جايز السيشن اللي انت فتحتها على جهازك اللي انت واثق فيه تكون اتسرقت بالفعل من كراك او اي حاجه حصلت عندك وموجوده مع هاكر تاني او موجوده على الدارك ويب وبتتباع لاي حد. وارجع تاني سجل من جديد كانك لسه بتسجل اول مره على جهازك او على اللابتوب بتاعك او على تليفونك ايا كان الجهاز اللي انت واثق منه، وخلاص هو ده اللي انا بتعامل معاه او بتعامل بيه مع السوشيال ميديا بتاعتي، وما يكونش عليه اي حاجه متكركه، ما يكونش عليه اي حاجه مشبوهه، ما تخشش بيه على مواقع مشبوهه وتقبل منها مثلا كوكيز او اي حاجه تانية. ودي اهم خطوه، لان دي اكتر حاجه شائعه حاليا بيستخدمها الهاكرز في اختراق الحسابات بتاعتنا، لان هي تعتبر تقريبا اسهل طريقه بعد الباسوردات والايميلات المسربه من شركات السوشيال ميديا. في النهايه اتمنى اكون دايما بخير، واتمنى تقدر تحمي حساباتك دايما. لو عندك اي سؤال سيبه لي تحت في الكومنتات، ولو معاك مشكله كبيره تقدر انك تبعت لي على الانستجرام، برضه هتلاقي اللينك تحت في الوصف، وتابعوا الانستجرام لان في حاجات كتير قوي نازله جامده الفتره الجايه. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.